أكبر عقوبة ينزلها الله بالعبد ليس فقدان الولد ولا ذهاب الصحة، برضو كمان مش هاي، ولا زوال المال. اوعكم تفكروا انه المال، لا لا لا، هذا كله مجرد ابتلاء، والابتلاءات هذه رحمة مغلفة وأجر عظيم يكتب للصابرين. أما أعظم عقوبات وأشدها هولا أن يحرمك الله من الصلاة. شوفوا ما أبسطها، الصلاة أعظم عقوبات. ليش؟ الدنيا بتكون تضحك لك، المصاري جايتك من حيث لا تحتسب، ثم يطبع على قلبك فلا تقوم للصلاة. هذه هي الذروة الحقيقية للعقاب، لأن الصلاة ليست مجرد حركات، بل هي صلة العبد بربه وروحه التي بها يحيا وقربه الذي به يسعد. إذا حرمت منها فكأنما حرمت من كل شيء، وإذا كان كل شيء بين يديك، فإذا رأيت النعم تغدق عليك، مع ذلك تجد قلبك يثقل على الصلاة. فاعلم أنك قد بلغت أعلى درجات العقاب الإلهي، وإنه سبحانه قد يسلبك أعظم نعمة، وهي نعمة القرب منه. اللهم لا تحرمنا صلاتنا، ولا تجعلنا من المحرومين من حلاوة مناجاتك. نصيحة: افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النوافل. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. والسلام عليكم.